السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أهلا وسهلا بيكم. إن شاء الله فيديو جديد ولقاء جديد بيكم. أنا سعيدة إن أنا معاكم إن شاء الله. قبل ما نبتدي الفيديو، لايك للفيديو لو عجبكم، وسبسكرايب للقناة لأول مرة يدخل قناتي. والنهاردة هنبتدي إعادة تدوير أي جيركن من جراكن المنظفات أو الزيوت، أي جيركن بلاستيك عندك. هنعمل بيه فكرة رائعة، فكرتين رائعين. تابعوا الفيديو للآخر، هيعجبوكم جدا وهتنفذوهم بمنتهى السهولة والبساطة كمان، وهيبقوا عمليين جدا جدا جدا. ممكن تستخدموهم كذا استخدام. أتمنى ان الفيديو يعجبكم وتعملوا لايك للفيديو. تابعوا الفيديو وأنا معاكم إن شاء الله. ده رجل بنطلون بتاع دفاية أو بيجامة. ليه انا اخترت رجل البنطلون النوع ده؟ لانه بيتمط، فممكن تجيبيه مقاس الجيركن بالظبط. ومش هتحتاجي لا تخيطي من الجناب ولا تقصي ولا تعملي اي حاجه، بس هنظبط المقاس وبعد كده نقصه ونلزقه بالشمع. وبعد كده هنعمل له الجزء التاني برضو، بحيث نحطهم جوه بعضيهم ويبقى شكل الجيركن نظيف جدا ومتبطن من جوه ومن بره. خلي بالكم انا مش هلزق البنطلون خالص في الجيرك، عشان بعد كده اقدر اخلعه واغسله وارجع ارجعه تاني.
دول البرطمانات اللي عملناهم من كام يوم. يا ريت تروحوا تشوفوا الفيديو هيعجبكم. هنعملهم زي منظم كده، واللي ما تحبيش تحطي برطمانات هتستعملي المنظم لوحديه. ممكن تعملي له يد وتعلقيه في اي مكان عندك، في المطبخ، في الحمام، في اوضه الولاد، تحطيه على ترابيزه، على مكتب ولادك. هتستفيدي بيه جدا. ممكن في الحمام تحطي فيه كل الحاجات اللي نفسك تحطيها، او في المطبخ تحطي فيه الشوك والمعالق في اي مكان، او حتى في الدولاب ممكن تحطي فيه حاجاتك الشخصيه. بعد كده هزوقه لكم كمان، هحط له حاجه في الاخر الفيديو هتشوفوها. وهنعمل الفكره التانية دلوقتي حالا. تابعوها هتعجبكم جدا جدا، واعملوا منها عدد كبير جدا. هينفعكم في البيت وفي حاجات كتيره في البيت ان شاء الله. تابعوا الفيديو. كان نفسي اعملها فيديو مخصوص، بس قلت انتوا غاليين عليا، احب اعمل لكم افكار يعني دايما في الفيديوهات مع بعضيها. دي غطاء ازازة كولا او مية. اي بواقي ورد او حاجة خضرة عندك ممكن تزوقي بيها. ما عندكيش ممكن تحطي اي حاجات قماش عندك او حاجات زي كده. الفكرة ممكن تبتكري منها افكار كتير واشكال كتير، وتعمليها بذوقك، هتطلع تحفة ان شاء الله. انا هعمل لكم ان شاء الله فيديو، هعمل لكم افكار كتير هتنفعكم. دول اللي بنشتريهم بتوع التلاجة، بيبقى فيهم مغناطيس كده، لما بتتكسر واحدة تلزقيه وتحطيه مثلا تزوق بيها التلاجة. ممكن تعملها اشكال كتير وتحطيها على التلاجة بالطريقة دي. لو مش هتحطيها على التلاجة ممكن تحطي لها توكة وتعمليها زي توكة لبنتك، او تحطيها، شايفين انا هحطها ازوق بيها الجيرك. ممكن تحطيها لأي حاجة وتعلقيها تجمل باب أو أي ركنة عندك في البيت. تعملي كذا واحدة وتخليهم يزينوا المكان اللي هو فيه. الفكرة بسيطة وسهلة، شايفين ما حطيتها على الجيرك بقت حلوة. ممكن تعملي كتير منها وتزوقي بيها حاجات كتير عايزة تزوقيها في البيت. الفكرة بسيطة وعمل الجيركن بسيط ومنظم. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا بالفكرة وتعملوا منها أفكار أكتر. وأتمنى أنكم إن شاء الله تقولوا لي على الحاجات اللي عايزين تعيدوا تدويرها عشان أعملها لكم إن شاء الله. وتابعوني في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. هتشوفوا كل حاجات جميلة وجديدة تزين بيتكم وتخلي حياتكم أحلى وأجمل من قعدة التدوير. لايك، شير، سبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.